تعالي يا حلوه انت وهي، تعالوا اقول لكم على حاجه خطيره جدا احنا بنعملها الصراحه، او مش مهتمين بيها. المهم الاول، انت عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ لسه قاعده بقى بتصحي الصبح تشيلي هم بيتك والعيال وجوزك، وتشوفي طلباتهم ايه، وده عايز ايه، وده طلبه ايه، وتبقي عايزه تراضيهم كلهم، وساعات برضو في الاخر ما بيرضوش وبيبقوا عايزينك تفضلي كده زي الساقيه، تقعدي تلفي حوالين نفسك وتفضلي تعبانه طول النهار وشايله هم الدنيا كلها، وفي الاخر تنامي زي المقتوله بالليل. طب بقول لكم ايه، احنا في حاجه عندنا في البيت كده مش مهتمين بيها خالص، بس بجد لو اهتمينا بيها هتعدل مزاجنا جدا، ودايما مهملين فيها. طب ما نيجي نشوف. مش مهملين فيها، احنا مهملين في نفسنا، مهملين في صحتنا. لا تعالي بقى اعملي لنفسك يوم كده وسيبي الدنيا خالص، وحطي كل حاجه ورا ظهرك وفكري في نفسك يوم كده، ابسطي نفسك، دلعي نفسك، شوفي نفسك عشان تقدري تستمري وتكملي في طلبات بيتك وعيالك وجوزك. تعالي كده اقولك ويلا بينا. ها ايه رايك؟ مبسوطه بيه ده؟ مبسوطه بيه كده وهو في البيت؟ النيش الجميل بتاعك وانتي فرحانه بيه ورصاه واخر جمال، وحاطه له 100 مفتاح وكذا سكه. بصوا شايفين معمول له كذا تكه، للحاجه اللي جواه تطير. فرحانه بيه كده، وانا ده اللي انا قررت اعمله النهارده، بجد ده اللي انا قررت اعمله. قلت هفتح وهطلع احلى حاجه من النيش علشان اشرب فيها عصير، اشرب شاي، هطلع بقى الكاس الجميل ده. قررت اجيب بقى كاس كده من النيش ودلع نفسي. ايه مش حقي ولا ايه؟ طلعي احلى فنجان عندك شاي واشربي فيه، ولا هيشرب فيه احسن منك؟ اشرب فيه يا جماله، اتحنط في النيش. وبعدين انا بقول يشرب فيه احسن مني؟ هو مفيش حد اصلا بيشرب فيه، ده بيتفتح بس يتنضف ويتقفل تاني بالمفتاح. يلا تعالوا نعمل فيه احلى فنجان شاي. المعلقه دي برضو كانت في النيش، طلعيها واستخدميها، متحرميش نفسك من حاجه يا فوزيه. يلا تشربيش سكر كتير في الشاي، مش صحي، اشربي معلقه واحده. الله على اجمل فنجان شاي هشربه دلوقتي بمزاج. يا جماعه قمه السعاده دي وانا بصب الميه كده، يا سلام. حس ان الموضوع مختلف خالص عن لما تعمليه الصراحه في المج. شعور رهيب رهيب. يعني بعد ما تشوفي الفيديو ده قومي افتحي النيش وطلعي فنجان واعملي كوبايه شاي كده جميله. ايوه كده بقى، ايوه كده، دلعي نفسك. يا سلام. لا وبعدين اما تشربي تعملي الشاي في الفنجان بتاع الشاي ده الجميل ده، تقعدي في الصالون، تقعدي في اي حته تريحك، ابسطي نفسك. بصي هي حاجات بسيطه، بس والله العظيم هتحسي ان انتي مودك اتغير 360 درجه. طب والله العظيم في فرق، قومي جربي كده هتحسي بفرق. ما انا هقولك على حاجه، النهايه ايه؟ هتموتي وتشبعي موت، والنيش ده يتفتح ويتوزع على عيالك، وكل واحد يقول عايز الكاس ده وعايز الفنجان ده، وشكرا انتي بقى ما استمتعتيش بحاجه. لا يا حبيبتي، اي حاجه امك جايبها لك في جهازك استمتعي بيها واتبسطي بيها. شايله ملايات بقى، شايله فوط، شايله مش عارفه ايه، تقولي اصل لبنتي، لا يا ماما، بنتك هاتلها زي ما امك جابت لك جيبيلها وانتي اتبسطي استمتعي. مش لازم استمتع في ان انا ادور على خروجه واخرج اتفسح، لا استمتعي جوه بيتك عادي. يعني 10 دقايق كده مش هيضايقوكي في حاجه، مش هيضايقوكي لما تقعدي 10 دقايق كده وتعملي لك فنجان شاي كده وتشربيه الصبح كده وتبسطي نفسك وتقعدي في البلكونه. مودك هيتغير خالص، والله مودك هيتغير. اسيبكم بقى على خير، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، واتمنى لكم كل خير كل سعاده، وربنا يسعد قلوبكم يا رب كلكم. مع السلامه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.